بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فأرغب. صدق الله العلي العظيم. معاني: ألم نشرح لك صدرك، لقد جعل الله قلبك منفتحا سمحا يا محمد لتلقي الوحي ودعوة الناس إلى الإصلاح. وضعنا عنك وزرك، رفعنا عنك المصائب والمتاعب. أنقذ ظهرك، ثقل حمله عليك. ورفعنا لك ذكرك، جعل الله ذكرك عاليا يا محمد إذ يذكر اسمك في الآذان والشهادتين. العسر الشدة والضيق، اليسر السهولة والرخاء. فأنصب، اجتهد نفسك بالعبادة المستحبة بعد أداء الفرائض. وإلى ربك فأرغب، توجه إلى الله بالشكر والدعاء والتسبيح والصلاة والتسبيح. كان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي حزينا مهموما بسبب أعراض قريش من دعوتهم وإيذائهم له، فلما أقبل الناس على دعوة النبي وكثر المسلمون فرح النبي الكريم وذهب الحزن والضيق عنه ورفع الله مقامه بالنبوة. فعرض الله تعالى على رسوله هذا قائلا: ما معناها؟ لقد شرحنا صدرك. شنو معنى صدرك؟ جعلنا الرضا والسرور والانشراح في نفسك لتستطيع دعوة الناس إلى الإسلام وتصبر على أداء المشركين. ثانيا، رفع الله عنهم الهم وأزال المصاعب التي ثقلت عليك يا محمد، نشر الدين وهداية الناس. ثلاثة، رفع الله ذكرك بين الناس إلى يوم القيامة، كلما أذن المؤذن ذكر اسمك الشريف وجعل الله ذكر اسمك في الصلاة واجبا، فيقول المصلي في التشهيد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وكل ذلك من فضل الله عليك يا محمد. 4، إذا حصل العسر والضيق فإن الله تعالى يجعل اليسر والفرج ويزيل الشدة والضيق بفضله ورحمته. فإذا فرغت يا رسول الله من أداء الصلاة المفروضة فتوجه إلى الصلاة المستحبة والتسبيح والعبادة وتحمل التعب